مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في فقرة مبادرات شبابية لهذا الأسبوع. شباب يملأهم الحماس والنشاط والأمل، حب الوطن وترابه الغالي من جمعهم في مساعدة المحتاج ورسم الابتسامة على الوجوه الحزينة. إنهم مبادرة خير أمة، نتابعهم في هذا التقرير. من زقازيق الأمنيات والأحلام القادمة كان ميلادهم. جمعتهم ليالي رمضان الجميلة، فألقت بظلال بركتها على أوقاتهم ومدخراتهم المالية التي كانت الحمل الثقيل. ورغم ذلك كان بداخلهم إيمانا قويا وعزيمة أقوى لتقديم الشيء الكثير لهذا الوطن. خير أمة مبادرة شبابية طوعية خيرية تأسست في شهر يوليو للعام 2011. بدأت خير أمة من خلال فكرة بإقامة أنشطة ثقافية خيرية من خلال مجموعة من الفتيات. كنا عبارة عن 6 فتيات. بدأنا بتوزيع مواد غذائية للمناطق المتضررة من أحداث 2011. تلك هي خير أمة، فتحت نوافذها على أزقة الحياة في وجوه تائهة في منعطفات العمر والأحزان والألم، لتسهم ولو بالشيء القليل وتخفف من هذه الآلام. بالنسبة للحملات كذلك تنوعات الحملات التي استهدفنا فيها المجتمع والشباب، مثل حملة أمة الأخلاق لتعزيز الأخلاق، كانت المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص. كذلك تريد نصرته طبق سنته. كان من غرسك بذرا فنما واسلك الحق وردد دائما مسلما. الإسهام في تنمية المجتمع في مجالات التنمية المستدامة كان هدفهم الذي ساروا عليه، وقاموا بتطبيقه في مشاريعهم التي قدموها بشكل طوعي للمستفيدين. حملة من سجوني ناصت عن ورانا هي امتداد لحملة خير أمة، وكانت في الجانب التوعوي. بدأت الحملة في مارس 2013. كانت الحملة تتضمن العديد من الأنشطة، ضمنها ألعاب فكرية، ألعاب نشاطية ورياضية وغيرها، ألعاب ثقافية أيضا. استمرت الحملة ل6 أشهر. نحن في خير أمة لدينا انتخابات كل 6 أشهر، فتحدد الخطة كل 6 أشهر تحدد خطة. ونحن بالنسبة لنا أسبوعان عندما انتخبنا آخر مرة، فتكون بنسوي الحملات التي تكون في رمضان كل سنة تقريبا، هي 3 حملات. شباب يملأهم الحماس والنشاط والأمل، وحب الوطن وترابه الغالي من جمعهم، ومساعدة المحتاج ورسم الابتسامة على الوجوه الحزينة هي غايتهم. يكون الصف نقيا محكما، نحمل الهم كجسم واحد، فترى البنيان فينا عظما. إذن تحية كبيرة لمبادرة خير أمة. مشاهدينا الكرام، الآن بعد تابعنا هذا الريبورتاج الخاص بمبادرة خير أمة، سينضم إلينا الآن رئيسة المبادرة الأخت آلاء حافظ. مرحبا يا آلاء، أهلا بك معنا. إذن مرحبا بك يا آلاء، أهلا وسهلا فيك. سعيدة بالبرنامج، سعيدة بوجودي معكم كلكم شباب. صباحكم أو مساءكم تطوع. مرحبا يا آلاء. إذن آلاء، اليوم تابعنا ريبورتاج خاص بمبادرة خير أمة، ومن بداية الريبورتاج الاسم بالذات له دلالة كبيرة، خير أمة. ايش الغرض انه اخترتوا هذا الاسم بالذات؟ والله احنا كنا 6 فتيات يعني زي ما قلنا، فكانت فكرة يعني مجرد انه آية كريمة، يمكن واحدة مننا كانت تقرأ الآية في رمضان او شيء، فجت فكرة انه ليش ما نسميهاش خير أمة. فاقتبسنا الفكرة انه خير أمة. كمان الاسم يمكن له
جانب من جانب التطوع أو نقدر نقول حزب إصلاحي أو شيء. خير أمة تماما بعيد عن الحزاب، بعيد عن السياسة. الاسم فقط مقتبس من الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون تنهون. بالمعروف. جميل، هو اسم جميل. طيب آلاء، أنتم ما شاء الله بدأتوا فكرة المبادرة، اشتغلتوا 6 أشهر بدون اسم بدون أي شيء، وكنتوا 6 فتيات. بعدين ركزتوا أعمالكم على نشاط خيرية، إفطار الصائم وكذا، انتقلتوا بعدين إلى دار الأحداث. ضعينا في صورة مبسطة، ليش يعني تركتوا مجال مثلا تقديم الخدمات في الأحياء والحارات وانتقلتوا إلى دار الأحداث، خصصتوه للجزء الأكبر من مبادرتكم؟ بدأت خير أمة كان الهدف الرئيسي الآن إنه عندنا تنمية مستدامة. أخذت خير أمة في خبرات من مسؤولين أو متطوعين أو مدربين مختلفين، فكانت الفكرة اللي مطروحة لنا إنه ليش ما تلمسوش جانب الأطفال، جانب دار الأحداث، دار الرعاية الاجتماعية. فكانت فكرة جميلة. استهدفنا الأطفال لأنهم يمكن أكثر فئة منبوذة في المجتمع، أغلبيتهم عندهم قضايا مختلفة، بالذات خاصة هذا العينة من الأطفال، يعني في دار الأحداث اللي عليهم قضايا وعليهم مشاكل. جميل يا آلاء، أنا سأتيح مساحة للشباب والشابات يعني سلط الضوء أكثر حول تساؤلاتهم حول المبادرة. نبدأ من طيب، يلا زهور ابدأي. أولا، كونكن فتيات التي قامت بتنفيذ المشروع، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكن أثناء تنفيذ هذا المشروع؟ كانت صعوبات كثيرة. إنه أول شيء طبعا من الأهل، إنه يعني كفاية عليك دراستك وبيتك وأمورك اللي في البيت، أكثر من كذا يعني مش لازم يعني خلي المجتمع للحكومة للسياسة للحاجات هذول للمسؤولين، أنتم خليكم في البيت. فكانت يمكن أول ستيب صعب بالنسبة لنا. كيف تجاوزتوها؟ كيف تجاوزتوا هذا؟ والله احنا لحد الان تقدر تقول احنا مش متجاوزين المساله لحد الان تعانون من هذه المشكله. يعني احنا ما كاننا في صراع مع الاهل انه ليش ما في داعي تخرجي، طب اجلسي، طب يعني اليوم دراستك بيتكم. فيعني احنا نحاول نتجاوز او نحاول نقنعهم بالاعمال اللي احنا نعملها، يمكن يكون لنا بصمه، نحاول ان شاء الله تكون بصمتنا اكبر في المجتمع عشان يمكن حاجات تقنع الاهل. طيب يلا نشوف راي اخر سؤال. جلال، تفضل يا جلال. في البداية أود التعبير عن شكري وامتناني مثل هذه المبادرات أو مثل هذه الحركات التطوعية الشبابية. ثانيا، فكرة أنه الاحتياج المادي كيف مسوين فيه، يعني من الراعي أو المتبني أو يعني هل لديكم جهات منظمات تدعمكم في تنفيذ مشاريعكم؟ بالنسبة للدعم، صعب الدعم للمبادرات لأن المبادرات مش مصرح فيها من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. حاولنا نخرج تصاريح بس التصاريح ما تخرجش غير للمؤسسات، فإحنا بحاجة إلى ثقة. طيب كيف بتنفذوا المشاريع اللي تقوموا بها ما دام ما فيش دعم؟ كل الدعم غالبا يكون من أعضاء المبادرة. دعم شخصي غالبا ما يكون في أعضاء أو فاعلين خير يجذبهم موضوع الحملة أو موضوع تزوروه أنتم فاعلين خير كذا وتقدمون المشروع. طيب يا أنتم الآن في دار الأحداث، يعني إيش اللي الفكرة والهدف اللي انتقلتوا إليها وتشوفوا تحققوا عند هؤلاء الشريحة من الأطفال اللي عليهم مثل هذه القضايا والمشاكل؟ إيش كان هدفكم في البداية تعملوا لهم في داخل دار الأحداث؟ بدأنا بدار الأحداث كنا حابين نزود الدار بأنشطة مختلفة، بأجهزة رياضية، بملاعب كرة قدم، ملاعب تنس. أول فترة طبعا حملة من شجوني الناس طاع نورنا كانت على مرحلتين في دار الأحداث. المرحلة الأولى كانت فكرتنا الرئيسية إنه نعمل أنشطة مختلفة وأجهزة رياضية، ملاعب تنس، ملاعب كرة قدم. بس لما لابسنا الواقع وشفنا الأطفال شفنا الوضع مختلف تماما، إن الوضع محتاج، الأطفال عندهم حواجز نفسية مع المجتمع، عندهم عقد نفسية، محتاجين إنه يكسروا الحاجز اللي بينهم وبين المجتمع، حاسين إنه إحنا ناس منبوذين. فإحنا تخطينا المرحلة هذه، غيرنا الخطة تماما. ايش غيرتوا غيرت الخطة لخطة أنشطة تعليمية توعوية، وأيضا كمان أنشطة رياضية وإبداعية. طيب هذا الشيء اللي قمتم بها، يعني استعنتوا بخبراء يعني منهم في هذا المجال، مثلا مدربين، مدرسين في جانب الصحة، علشان ممكن يستفيدوا في دار الأحداث من المجال، ولا اقتصرتوا على عملكم أنتم بس كشباب؟ أيوة، جلسنا بالفترة الأولى مع أخصائيين نفسيين عشان نعرف إيش نفسية الطفل أو كيف الطريقة الصحيحة اللي نتعامل فيها مع الطفل. بعدين انتقلنا للمدربين، مدربين يعلمونا ايش الطرق الصحيحه اللي نتعامل فيها مع الاطفال، او كيف الطرق الصحيحه اللي نعلمهم المنهج او الدراسه. اخذتوا دورات تدريبيه كيف تتعاملوا مع هذه الفئه من الاطفال. جميل يا آلاء. نشوف سؤال من الشباب. يلا عبد القادر، يلا. هنالك الكثير من المبادرات الخيريه والتي تهتم بالطفل والاعمال الانسانيه، لكن ما الجديد اللي تقدموه انتم وما يميزكم عن غيركم من المبادرات والجمعيات الخيريه؟ بالنسبه لخير أمة عندنا تنميه مستدامه في المبادره. تنميه مستدامه انه نجلس في مكان نستمر فيه لفتره طويله. اول مكان بدانا فيها في مساله التنميه المستدامه دار الاحداث. اعتقد انه دار الاحداث كان اكثر مكان حصلنا انه خير أمة وضعت بصمه كبيره في المجتمع، وكمان في المبادرات الشبابيه. يعني خير أمة كانت اول مبادره ممكن تستهدف هذا الفئه
ودار الأحداث وأول من بدأت تقويم هذه الأنشطة؟ ما فيش منظمات سبقتكم؟ ما اعتقدش في مبادرات شبابيه، بس ما كانش لها البصمه او ما كانش لها الهدف اللي طرحته خير امه، او يمكن كمان تعرف ما خدوش دورات تدريبيه، ما خدوش دورات يعني يتعلموا نفسيه جميل. الاطفال. نشوف رأي آخر من الأخوات، نشوف الأخوات بعدين. أنت يا ما هي برامجكم المستقبلية؟ البرامج المستقبلية لمبادرة خير بالنسبة أمة؟ للمبادرة احنا عندنا انتخابات كل 6 أشهر، الآن في إدارة جديدة للمبادرة، كل رئيس أو كل هيئة إدارية جديدة تطلع هي اللي تحدد الخطط ل6 الأشهر القادمة. جميل. طيب يا آلاء، أنت يعني رأستي المبادرة خلال الفترة هذه، إيش حققت آلاء مع الشباب اللي معها وغيروا من يعني النمط والسلوكيات اللي يمتازوا بها في دار الأحداث؟ إيش؟ يمكن حكاية إنه الأطفال يكونوا متقربين منك أو أنت تكون متقرب من الأطفال، تبني علاقة كويسة مع الطفل، يمكن هذا أكثر شيء حققته المبادرة ككل مع الأعضاء. غير كذا يمكن كمان إحنا التعاون بين فريق خير أمة، بغض النظر عن الخلافات اللي تكون بسيطة، الخلافات دائما موجودة. ركزي لي على ايش حققت مبادرة خير أمة لدار الأحداث الشباب؟ ايش الأهداف اللي رسمتوها وحققتوها بشكل مختصر؟ ركزت خير أمة الآن في الفترة هذه على أنه كيف نعلم الأطفال أنه المجتمع متقبلك، يعني بغض النظر عن قضاياك أو قضيتك أو كذا، الموضوع كله عبارة عن هي حاجات تبنت من السابق، ويعني وتحملها الطفل هذا، سواء من أسرة مشردة عائلة مشردة تحملها الطفل. الآن احنا بخير أمة ركزنا على أنه نكون علاقة كويسة مع الأطفال، غير كذا أن احنا وضعنا بصمة في عالم التطوع أو حطينا اسمنا في. جميل. استطعتم من خلال خير أمة أن تعيدوا الثقة لهؤلاء اللي في دار الأحداث؟ إن شاء الله. والتعايش مع المجتمع؟ أكيد إن شاء الله. شكرا لك يا آلاء. مشاهدينا الكرام، كان معنا الأخت آلاء حافظ رئيسة مبادرة خير أمة، ووضعت لنا في صورة أكثر وضوح حول المشاريع الطوعية التي تقدمها لدار الأحداث وبعض المشاريع الخيرية الطوعية كأفطار الصائم وتقديم كسوة العيد إلى ما ذلك. شكرا يا آلاء، تحية كبيرة يا شباب للأخت آلاء، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله نسوي في حلقات مقبلة. إن شاء الله بإذن الله. سعيدة بتواجدي معكم. يعطيك العافية. شكرا لك. مع السلامة.